السلام عليكم خوتي، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الآلة. جاتني عليها تساؤلات كثيره في الفيديو السابق ديال الزيتون اللي هرست. المهم غادي نشارك معكم في الاخر، غادي نهرس الزيتون بالآلة جديده. المهم خدمناها حنايا بحالها تماما. المهم كتاخدي هاد العود، كيكون بحال هكا طويل، خشب كيكون طويل، كيكون مفصل بهذه الطريقه، وانتم كتاخذوه كتفصلوه على هذا الشكل. هذه راه تفصلات فيها 3 المسامير هادو شادين في هذه بحال هكا. نتمنى نشرح لكم مزيان وتفهموني. انا راه شويه ما كنشرحش مزيان، ولكن نتمنى نكون نشرحها لكم مزيان. المهم هذه القديمه، هذه يعني تسلفناها غير من عند واحد جارنا الله يخلف عليه، عطاها لينا باش هرسنا الزيتون الاول. والمهم هذه بحال هكا صوب راجلي بحالها عند. المهم شرا ليها العود وقادها وصوبها وداها النجار قادها لي. هانتوما هذه راه دار لها تحسينات حسن وجات صحيحه وزوينه عليها. يعني هذه اللي صوبتيها غتهناي من تهرس الزيتون، غتهناي باش غتهرسي، ما تبقاي تقلبي لا على مسن لا على والو. هانتوما شوفوا، هانتي شاده بحال هكا. هذه فيها 3 د البياسات باش كتشد هاد التحتانيه، وهذه فيها لوحه وحده. هانتوما كتبان لكم لوحه وحده، اي غير قادوها كتجي بحال القراده اللي لاحظتوها منين كتشد باليد. وهانتوما كيفاش شاده، يعني شاده هذه، وهذه بالداخل كيكون خاوي، وهذه اللي كتضرب فيها الزيتون بوحدها حتى هي كتضرب شتي بحال هكا. ويعني فيها 3 البياسات، هاد التحتانيه واللي لداخل، وهاد شادين بهاد المسيمرات. هانتوما كتشوفوا، شوفوا الشكل كيفاش جات صافي. كتبقى هانتوما شوفوا كيفاش جات. المهم نتمنىكم تفهموا اكثر، يعني بلا ما نشرح لكم راه هي مفهومه. هانتوما راه بحال هذه دايرين لها هذه حيت مع كتخدم بزاف، داروا لها هاد الفيسات ولاو كيتحركوا دغيا. يعني مع كثره الخدمه وهذا ولات ساهله. في هذا دايرين مسمار هنا ومسمار هنا. هانتوما شوف كتجي ساهله، ولات ساهله في خدمتها. وهذيك العود اللي تما كيشد هذيك التحتانيه، هذه حتى هي. وهذا العود، هذا الخشبه اللي كتحط عليها الزيتون كتكون مايله شويه. فاش كنحطوا الزيتون كيبدا يتكركب باش كتبقاي تهرسي فيه. هانتوما على هذا الشكل بحال هكا. انا اول مره غادي نخدم بها الزيتون، بغيت نشاركها معكم. شوفوا كيفاش كيتكركب وكتهبطي كل اللي تكركبات نزلات عندك كتهرسيها بهذه الطريقه. وكتفتحي هذيك مزيان اللي كتكوني شاده بيدك، ملي كتهرسي كتفتحيها مزيان باش كينزل لتحت. الا لاحظتوا هانتوما شوفوا دابا هذه كنحبس عليها حتى كنهرسها وعاد كنهبطها. هانتوما الزيتون كيفاش كيجي مهرس، اللي تهرست كتنزل لتحت. نتمنى يكون الشرح واضح. هانتوما دابا ملي كنهبط الزيتون كنهرسو بهذه الطريقه، وكنحلها مزيان، نفتحها مزيان وكنهرس يعني باش كينزل لتحت الارض. تما ديك الساعه كتكون مفرشين ليه شي قالع ولا شي حاجه. مهم بالنسبه لي الا بغيتو تخدموه فوق البوطاجير ماشي مشكل، كيكون دائما نقي. صافي كيبقى كما هانتوما شوف كتحبسيها حتى كتهرسي الزيتونه وكتفتحي مزيان بهذا الشكل. نحيد هادو اللي ما تهرسوش. هانتوما ها هو الزيتون كيفاش كيجي كله دغيا وساهله. نتمنى تجربوها وتخدموها، راه غتهنيكم، خصوصا الناس اللي كيخدموا الزيتون بزاف. هذه راه غتهنيكم بزاف. هانتوما كله الزيتون مهرس، ما زعما ساهله والله. الا خدمتوها غتهنيكم من الخدمه ديال تهراس الزيتون. ولا هانتوما الشكل كيفاش جات. انا نعاود نشرح لكم. هذه كتجي لوحه وحده، كتجي بحال القراده عندها منين كتشدي بايدك هكا، وشاده في هذه بجوج مسامر. وتحتانيه هذيك اللي كتجي في القاع هي اللي كتضرب تهزيها الفوق باش كتضرب الزيتون هذه. المهم هذه هي الآلة اللي شاركت معكم، راها زوينه بزاف
ونتمنىكم تخدموها. انايا بغيت نفصل نشرح لكم اكثر باش تخدموها، وراه ساهله. هانتوما هذه حتى هي كتكون شاده في مسمار واحد من هنا وواحد من الجهه الاخرى، هو اللي كيخليها كتحرك بهذه الطريقه. وعندها هذه فاش كتحبس هذا اللي كنكونوا شادين بيدينا، ثاني داروا لها عود بحال هكا باش عليها باش كتنزل صافي. تما فين كتنزل الزيتونه. هانتوما وراجلي شرا لها واحد العود صحيح ومزيان، يعني هذه راه تبارك الله صحيحه وزوينه، يعني مخدومه مزيان متقونه. هانت هذه دار لها جوج من هادو باش واخا ضربي الزيتونه تبقى شاده. خدموها صحيحه تبارك الله، غير النجار مع النجار صوبها لينا، ماشي مع شي حاجه كتباع ولا تصوبيها لراسك. المهم كتشري العود وكتعطيها للنجار يصاوبولك، ولا النجار عنده العود كلشي راه يخدمها لك. مع ساهله. هانتوما كيفاش كتهرس الزيتون، نضرب لك 4 زيتونات مره 6 مره واحده. هانتوما هادو راه دغيا وصافي. وكنفرشو كما قلت لك، كنديرو اما في البوطاجي بحال هكا كيكون نقي دائما، حيت مازال تابعوا الطرقاد وندخلوه في الماء الزيتون. صافي انا كملته كامل في التهراس بهذه الطريقه صافي. المهم كيدوز دغيا، يعني انا بغيت الفكره اللي بغيت نوصل لكم، لان هي اسهل من الحجره. المهم غادي ناخذ داك الزيتون اللي رقدنا في الماء كنصفيوه، كنحيدو الماء داك اللي كيكون حار. ولكن ضروري دابا ملي كيتهرس الزيتون وكترقدوه في الماء المره الاولى صافي كتبقاو دائما كدايرين ليكات رائحه، لحقاش دغيا هو كيتاكسد. هذا دخلت فيه يدي بلا ليكات وبدا كيكحل ليا الى لاحظتو. ولكن انا غادي نقادو نصاوبو نرقدو بهذه الطريقه كما رقدت معكم الزيتون في الفيديو اللي سبق من هذا. انا درت الزيتون ديال مرقد جا زوين وجا رائع. الا تبعتوا الطريقه اللي درت انا راه جا غزال بزاف، ما يبقى لكم العام كيطول هذا الزيتون. المهم انا حيدت الماء هذاك اللي كيكون كحالو كيكون حار شويه، كنبدلوه نديرو ليه ماء نقي. وكل 24 ساعه كنبدل ليه الماء يوميا، كنبدلو ليه الماء دغيا. ملي كتبدلو ليه الماء يوميا راه دغيا كيولي كيحلى. المهم عندك مده 3 ايام ولا 4 ايام راه كيبدا كيحلى. الا ما بغيتوش دغيا كتخليوه مغطي بحال هكا وتخليوه حتى نهار تبغيو، الوقت اللي غتبغيو فيه كتبداو تبدلوا ليه الماء كل 24 ساعه راه دغيا كيحلى. المهم ملي كيحلى كديري ليه الملحه وشويه الحامض، ما تكثروش الحامض، تقريبا حامضه ما كاملاش. الحامض كيرخي الزيتون، المهم ما نكثروش بزاف. وتبقاو على خير اخوتي بالصحه والراحه.